طول عمر العقار في مصر هو الملاذ الآمن، مش بس للسكن لكن كمان للاستثمار. بس السؤال دلوقتي بقى مختلف شوية، هل لسه الاستثمار العقاري في مصر لسه أمان زي الأول؟ في ظل الأزمات اللي بنسمع عنها زي إخلال بالعقود، تغيير مواصفات، أو حتى سحب وحدات من غير سابق إنذار، أو إخلال ببنود العقد نفسها. المشكلة اللي بيحصل في سوق العقارات في مصر بدأ يقلق الناس بجد. اللي بنشوفه على السوشيال ميديا وقضايا المحاكم بيقول إن في ناس شقة عمرها بيضيع بين وعود وتسليم بيتأجل سنين، والمشتري اتحول من عميل لممول بيتحمل المخاطر لوحده. عشان نفهم الصورة أكتر ونفهم عن الاستثمار العقاري في مصر، هل هو لسه آمن ولا لأ، معانا الدكتور حسن الصاجي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة وباحث سابق بمركز لوزان وصاحب نموذج التمويل العقاري المستدام المطبق في المملكة العربية السعودية. أهلا بحضرتك دكتور حسن، منورنا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. في البداية كده يا دكتور، عايزين تشخيص بسيط من حضرتك لسوق العقارات في مصر. هو سوق العقارات في مصر يمكن تلخيصه في 3 كلمات: سمك، لبن، تمر هندي. ادي السوق العقاري اللي موجود في مصر. لا انت عارف انت بتتعامل مع مطور عقاري ولا مسوق عقاري ولا ممول عقاري ولا ريل استيت بروبرتي مانجر ولا فاسيلتي مانجر ولا ايه بالظبط. هو كيان واحد بيقوم بكل الادوار التي يجب الفصل بينها حفاظا على حقوق المشتري، اللي هو في الاساس المطور العقاري بيتواجد عشان المشتري. يعني ما بنجيبش مشتري لمطور عقاري، مش عشان واحد عايز يطور تطوير عقاري فهندور له على مشترين، لا، احنا عندنا طلب موجود في السوق، الطلب اللي موجود في السوق يجب تلبيته، فبيتلبى عن طريق مين؟ عن طريق مطور عقاري بيطور الوحدات التي تتناسب مع امكانيات السوق على الشراء، وتفر بقى الامكانيات ديت سعريه او مساحات او دي حاجه. وبيجي المسوق العقاري اللي بياخد الوحدات العقاريه من المطور العقاري وبيدور على المشتري، او هو اللي بيعمل دراسه الجدوى التسويقيه للوحدات العقاريه التي سوف يتم انشائها بما يتناسب مع احتياجات السوق، بيبلغ بيها المطور العقاري علشان ينتجها او عشان ينشئها، وهو بيتولى عمليه التسويق. وبيجي الدور الثالث، عمليه التمويل للوحدات العقاريه التي سوف يتم شرائها. التمويل للوحدات العقاريه التي سوف يتم شرائها يجب ان يكون من جانب المستهلك اللي هو هيشتري عن طريق البنك او عن طريق الكاش اللي هو بيعمله. لكن المطور العقاري لا يطرح حلول تمويليه للمستهلك. المطور العقاري لا يفصح عن سعر بيع الوحده الا السعر النقدي فقط. السعر النقدي كذا، وانا وانت وهي بنخش للبنوك علشان ناخد قرض من البنك علشان نشتري الوحده العقاريه. انت التصنيف الائتماني بتاعك احسن من التصنيف الائتماني بتاعي، فبتقدر تاخد القرض بتكلفه اقل من تكلفه القرض بتاعتي. حضرتك تقدري تدفعي على مدار 5 سنين، انا ما اقدرش ادفع على 10 سنين، فالقسط بتاعي يقل عن القسط بتاعك. فالبنك هو اللي بيوجد لي حلول تمويليه للوحده العقاريه. وعلى فكره البنك مش هيسيبك تطلع من البنك الا لما يمول لك الوحده، لان مصلحه البنك بقت موجوده فيه. يمكن دكتور المطور حسن بيعمل الحلول دي علشان تيسيرا على المشترين نفسهم. لا 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 لا، محدش هيعمل لك حل تيسير على المستهلك، هو بيسر على نفسه. هو بيسر على نفسه. ليه؟ لان المطورين العقاريين زي ما احنا عارفين موجودين في السوق، في معظمهم ما عندهمش التمويل الكافي ان هو ينشئ الوحدات العقاريه بتاعته، فطلعوا لنا في الترند بتاع الاوف بلان سيل. الاوف بلان سيل اللي هو البيع على الخريطه لوحدات لم يتم انشائها. كان قبل كده بيقول لك بنسلم في 2 او في 3، بقت 5 أو 7، بقت 7 أو 10، بقت 10 أو 12. اوكي، بقت العمليه او عمليه الدفع كانت بتتم على الطريقه ديت، والتسليم الله اعلم. طيب دكتور حسن، هو اصلا في تمويل استثمار عقاري حقيقي في مصر؟ لا، ما اقدرش اقول تمويل استثمار عقاري. الاستثمار حاجه والتمويل حاجه. التمويل عقاري يعني من البنوك زي ما بيحصل بره مصر. اجزم لك يا فندم ان ما فيش قرض من القروض اللي طلع في مصر يعتبر اللي بنسميه ريسيت مورجج لون، اللي هو تمويل عقاري. هي قروض شخصيه. ليه؟ لان القرض بيتم منحه ضد الدخل بتاع الفرد، مش ضد الوحده العقاريه، وبالتالي هو تمويل شخصي. هو في الخانه بتاع التمويل الشخصي. لو في التمويل العقاري ايه اللي بيحصل؟ في التمويل العقاري الوحده بتنتقل ملكيتها من المطور العقاري او من المستهلك للبنك، ولازم ان الوحده دي تكون تم انشائها بالكامل. بس مش طبيعي ان البنك يكون واخد نسبه مثلا 70% من ثمن الوحده؟
البنك يا فندم، ما هو اللي بيحصل عندنا ده، انا قلت لك في الاول ايه؟ سمك لبن تمر هندي اللي احنا موجودين فيه. اللي بيحصل يا فندم، البنك بيجي يبص الوحده العقاريه التي تم البنك لا يجوز ليه ومجرم في الخارج اذا مول وحده عقاريه لم يتم انشائها بالكامل والتاكد من قانونيه كل حته فيها. يعني ايه؟ يعني الكهرباء وصلها قانونا، الغاز وصل له قانونا، كل المرافق وصلها يا قانونا. دكتور حسن، عشان في تسهيلات بنكيه بتحصل هناك، في تمويل بيحصل من البنوك، بيستطيع المطور العقاري ان هو يبني ويسلم وحده جاهزه على التسليم فيقدر يبيعها بسبب التمويل من البنك. لكن احنا عندنا في مصر ما فيش تمويل استثمار عقاري حقيقي على ارض الواقع نقدر نعمل كده من البنك. فطبيعي بيجي المطور بيشتري الارض ويبدا يعمل اوف بلان. يا ريته بيشتري الارض يا فندم، بيشتري الارض ولا بيشتري الارض. المطور العقاري ما بيحطش اكتر من 15% من قيمه الارض علشان ياخد الورقه بتاعه الحكومه من هيئه المجتمعات العمرانيه ويبتدي يعمل عليها المفهوم العقاري. يا فندم المطور العقاري ما بيبيعش عقار، المطور العقاري بيبيع مفهوم عقاري، ما بيبيعش. ما هو العقار يعني ايه؟ يعني وحده عقاريه اقدر ان انا اعينها واعرف الوحده دي سليمه ولا مش سليمه، لكن انا بشتري في الهواء، انا بشتري مفهوم دي مشكله عقاري. المطور ولا مشكله المشتري؟ هو لا في يا الاخر فندم، دي السوق مشكلة عرض البلد. وطلب لا، يا دكتور حسن، صح؟ هو المنظمين. عرض وطلب. انا دلوقتي عندي مشروع اوف بلان، خلاص انا اخترت ماشي. ان انا اشتريه بكامل ارادتي، ماشي. صح كده؟ ماشي. والعقد العقد شريعه المتعاقدين، انا لا. بقرا العقد، هل العقد بيبقى عقد اذعان؟ طيب هل انا مش معايا محامي يقرا العقد ويطلع على بنوده؟ بس بطبيعه الحال خلينا نقول، هل هنا في مصر في مطور عقاري يقدر يقوم بالمشروع كامل ويسلم وحدات ويبدا ياخد من المشتري حق الوحده بعد ما تكون جاهزه؟ في مطور مالي بيبقى معاه السيوله دي هنا في مصر؟ طيب انا هرجع خطوه لورا بس سنه. العقار يا فندم في اي اقتصاد بياخد 33% او اكتر من 30% من دخل الاسره، وبالتالي الدول لا تتركه لمجموعه من المطورين العقاريين مجهولي المصدر للاموال بتاعتهم علشان يتناولوا هذا القطاع. مش اي حد عايز يخش يغسل في القطاع العقاري، مش اي حد. في حاجه اسمها دوله، الدوله بتراقب القطاع العقاري، لان القطاع العقاري بيقوم صناعات كتيره جدا للدوله، دي نمره واحد. نمره اتنين، بيستهلك اكتر من 30% من دخل الفرد المواطن، وبالتالي الدوله هي الريجليتور الاساسي اللي موجود في الموضوع ده. الدوله كريجليتور اساسي يا فندم في الموضوع دوت، الدول بتمنع على المطورين العقاريين ان هم يقوموا بعمليه الاوف بلان سيل وشوفوا الكلام دوت في اقتصاديات. ولو الناس مش مصدقه انشر لهم رساله دكتوراه كامله متكامله عن اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في الخارج. القطاع العقاري ده قطاع اقتصادي قومي، حقيقي. يهد الاقتصاد او يقوم الاقتصاد. حقيقي. انا اقول لك يا فندم ان المعاناه اللي بيعانيها الاقتصاد المصري بكافه قطاعاته هي نتيجه للقطاع العقاري الموجود في مصر. نتيجه لايه؟ نتيجه لان القطاع العقاري اللي موجود في مصر سحب اكتر من 70% من مدخرات المصريين في القطاع العقاري. والقطاعات المنتجه الحقيقيه، القطاع العقاري ليس قطاع منتج. تاني حطوا تحت دي 100,000 سطر يا مصريين. القطاع العقاري ليس قطاع منتج، القطاع العقاري هو قطاع استهلاكي بالدرجه الاولى. يعني ايه؟ يعني انا في وحده سكنيه باخدها علشان استهلكها بسكن فيها، او الوحده السكنيه ديت واحد تاني هيشتريها علشان يسكن حد فيها، فلازم تنتهي باستهلاك. انما ينتهي الامر ب 12 مليون وحده عقاريه مغلقه حيطان استثمارات البلد ومدخرات المصريين ومدخرات، مش هقول مدخرات المصريين، مدخرات الدوله المصريه كلها موجوده في حيطان مقفول عليها بمفتاح. والكلام ده مش انا اللي قلته، ده رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء قال الكلام دوت من 5 سنين فاتوا، ان احنا عندنا 12 مليون وحده سكنيه. يعني حضرتك شايف أنا المعروض عندي اكتر من الطلب؟ يعني انا عندي عرض اكتر من الطلب اكتر من بكتير. الطلب. دور الدوله ان هي تفتح ال 12 مليون وحده سكنيه، مش ان هي تبني او تشجع على بنى جديد. المطورين العقاريين ان هي تدفعهم في اتجاه ان هم استكمال الوحدات السكنيه المغلقه ديت وتسكينها، وليس فتح وحدات جديده. لكن انهي اللي بيكسب اكتر، انهي اللي بيعمل اسرع، انهي كذا كذا كذا. هو منطقي ان الدوله يا دكتور تقول لحد قافل وحده افتحها او استخدمها استخدام عملناها معين؟ يا فندم، عملناها. احنا ليه طب مستغربين؟ هو ده تصرف صح ولا تصرف غلط؟ يا فندم احنا ليه مستغربين؟ انا بكلمك على حلول تمت. الحل ده في يوم من الايام اديته لحكومه اوزباكستان واديته للحكومه السعوديه. عباره عن ايه؟ اي وحده سكنيه مغلقه تدفع ضرائب
ضعف الضرايب بتاعه الوحده المفتوحه. يعني انا مش من حقي كمشتري استثمر في وحده عقاريه يا دكتور؟ لا يا فندم، مش من حقك ان انت تسقعي الاقتصاد معاكي. انت من حقك انت يا فندم استثمري زي ما انت عايزه. انا جايبه وحده، لابني او بنتي مستقبلا وقافلاها سنه 2 بتتسدد على مدار 3 سنين 5 سنين 10 سنين وبعد كده بيتم ان احنا بنسكن فيها بعد كده. بص يا فندم، الوحده العقاريه اللي سعادتك ركناها 10 سنين، انا من دمي كشعب مصري واقتصاد مصري عملت له البنيه التحتيه بالكامل. بمعنى عملت له المجاري، عملت له الكهرباء، عملت له الميه، عملت له التليفونات، عملت له الغاز، عملت له الكلام ده. الكلام ده مش بيستهلك، الكلام ده بيستهلك وانت قافله الوحده السكنيه. انا اديت لك، عملت التطوير العقاري او البنيه التحتيه اللي انا عملتها علشان ابني مدن سكنيه جديده. مدن سكنيه وده كمان مش اصلا مدن الاستثمار اشباح. ده يا دكتور يتهيألي مش مدن بيعمل اشباح، تضخم للاسعار بتاعه العقارات، لانه بيخلق كمان طلب زياده. انت خلقت طلب كان المفروض يبقى بعد 10 سنين، انت عملته النهارده، فان انت خلقت طلب الحالي وبتاع 10 سنين طلب حالي كمان، وطلب مستقبلي في نفس الوقت، فعمل لك التضخم اللي موجود عندك في الاسعار العقاريه. هيجي لك المطورين العقاريين يقول لك الكلام ده كلام فاضي، الدوله هي السبب في التضخم اللي موجود فيها لان هي رفعت ثمن الاراضي. طب يا فندم، ثمن الارض يمثل قد ايه من تكلفه الوحده العقاريه بتاعتك؟ هو انت لما تبني لي برج 40 دور تحمل لي على كل دور سعر الارض ب 24,000 وب 30,000 وب 40,000؟ ما هي عشان المواد نفسها، مواد البناء بتغلى برضه في زياده. كمان تكلفه الارض، نصيب الارض حاجه نصيب المباني من الارض المطورين العقاريين بقوا بيغالوا فيها علشان يرموها على الدوله. نرجع للنقطه الاولانيه. النقطه الاولانيه يا فندم، احنا ما عندناش تمويل عقاري موجود في مصر، ده تمويل شخصي وليس تمويل عقاري. تاني حاجه، هو مين اللي ما معهوش فلوس، المطور العقاري ولا المستهلك؟ الاثنين ما معهمش فلوس، الاثنين هيروحوا للبنك. انهي اسهل ان انا اسيطر عليه وان انا اتحكم في مخاطره؟ العقاري، المطور العقاري اللي هو واحد، ولا ال100,000 اللي شاريين منه؟ المطور العقاري طبعا. طيب انا لو خليت ال100,000 يستلفوا للمطور العقاري براحته بقى، يسلم بعد سنه بعد سنتين، يلتزم بالعقد، يبيع المشروع العقاري لحد تاني محمل ببلاوي اللي احنا ما نعرفهاش. وهو مش بايع المفهوم العقاري، هو بايع الكومباوند، هو بايع المشترين. لان ما فيش حاجه اسمها يعني ما فيش حاجه اسمها 10,000 وحده موجودين في كومباوند، هو في 10,000 واحد اشتروا موجودين في الكومباوند. فهو باع التدفقات النقديه بتاعت ال 10,000 دولت، مش باع شويه الحيطان. يعني لا يملك المطور بيعملها بيأثر بقى على باقي المطور يا فندم لا يملك الحيطان اللي هو بيبيعها، المطور يملك التدفقات النقديه اللي مرتبطه بالحيطان اللي هو باعها، فهو بيبيع المستهلك مش بيبيع الحيطان. طب لما انت ما معكش وانت ما معكش، يبقى المطور هو اللي يخش البنك. عارفه ايه اللي يحصل يا فندم؟ المطور هيخلص التطوير بتاعه في سنه سنتين بالكتير قوي. ليه؟ لان بقى في كرباج بتاع التمويل عليه. لان هو كل ما هيتاخر في عمليه التطوير والتسليم، كل ما هيتاكل من هامش الربح بتاعه، التكلفه التمويليه اللي هي على البنك. لكن لما اكون انا اللي بستلف له، هو معلوش اي تكلفه تمويليه، هو براحته. بس نتكلم على الجانب الشرائي بالنسبه للمشتري دلوقتي. انا لو حصل لي تعثر في اي وقت، فالمطور بيسهل لي ان انا اعمل ريسيل للوحده دي دايركت. ما ينفعش. ليه هو دلوقتي ما ينفعش ادبيات طيب ما الدكتور دلوقتي نفهم المشتري اللي سبب المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي. يا فندم اقول لك بيتم ازاي. ليه يا دكتور؟ انا عملت ريسيل انا مش معايا ان انا اكمل دلوقتي ثمن الوحده، عملت ريسيل للوحده خلاص، اخدت من المشتري الثاني الجزء اللي انا دفعته، وهو بيبدا يكمل للمطور باقي المبلغ. ده يا فندم ليه يا دكتور؟ من جانب المطور. العقار ده يا فندم بيروح لمين؟ العقار ده بيروح للبنك اللي مول، والبنك عنده الريل استيت بروكرج فيرمز اللي هو بيتعامل معاهم، اللي هي شركات التسويق العقاري. ما قدرتيش تدفعي، بيرشى قدام العقار بتاعك فور سيل، والبنك هو اللي بيبيع، مش المطور العقاري. مش المطور العقاري اللي فندي اللي موجود عندنا لما بتتعثري بيخصم منك 15% من ثمن العقار. ده حقيقي صح؟ وانت دفعتي على 3 سنين يردهم لك على 3 سنين، او بيتم سحب الوحده. ما هو بيتم سحب الوحده بعد فتره بالصوره اللي الدكتور ده بيتم سحب الوحده وبيخصم منك 15% من ثمن العقار اللي دفعتيه. تمام؟ وانت دفعتي على 3 سنين يردهم لك على 3 سنين. عارفه يا فندم لو طلعت لك الكالكوليتر وحسبتهم لك، ده انت اللي دفعتي المطور العقاري ما دفعلكيش حاجه. انت اللي دفعتي المطور العقاري هو ما دفعلكيش حاجه. لكن لما بيكون تمويل عقاري سليم بقى، وحده كامله متكامله تسكني فيها، البنك بيحطها للبيع في السوق وبيبيعها. انت عليكي بقيه القرض كام؟ 2 مليون. جابت الوحده ديت 5 مليون. تمام؟ البنك بياخد ال 2 مليون ويحط ال 3 مليون في حسابك. حد بيعمل كده في مصر؟
محدش بيعمل كده في مصر، ده بيتحط في بطن المطور العقاري. حقيقي. حصل ان البنك راح حقيقي. يبيعها في السوق، ما انا وهو موجوعين. حصل ان هو راح وباعها في السوق، جابت له 1.5 مليون بدل ال 2 مليون بقيت مستحقات البنك. البنك بيشيل النص مليون الخساره. امال البنك موجود ليه؟ بيعمل الريسك اسسمنت بتاعته علشان يعرف العقار ده هيجيب كام ولا مش هيجيب كام. هو ليه البنك لما بتروح يا فندم تستخدم منه بيشوف امكانياتك على السداد وبيعمل لك برنامج التمويل المناسب ليكي، يقول لك انت لازم تدفعي 20% من العقار ده نقدا وقسط لك 80%، والواحد تاني يحط 60% من ثمن العقار وقسط له الباقي، والواحد ثالث يقول له مالكش تمويل عقاري عندي. فده يا فندم اللي موجود، ده التمويل العقاري. لكن عندما يقوم المطور العقاري بالتمويل العقاري ويتم سحب الوحده لثمن المطور العقاري، انت ساحب وحده بنيتها على حسابي والدولار ب 6 جنيه ونص وبتبيعها دلوقتي في السوق بدولار ب 50 جنيه. لصالح مين؟ طيب لصالحي انا اللي بنيت على حسابي ولا لصالحك انت اللي استغلتني؟ طب قبل ما يبقى معانا مداخله قانونيه يا دكتور، احنا عايزين نفهم هل السلوكيات اللي بتحصل دي دلوقتي بتعمل تضخم عقاري او فقاعه عقاريه؟ بعد الاجابه القانونيه ولا قبليها؟ لا قبل الاجابه القانونيه. اللي موجود عندنا يا فندم ده تضخم عقاري وليس فقاعه عقاريه. ما احنا عايزين ايه الفرق اصلا بين الفقاعه زي اللي حصلت في امريكا في 2008. لا هي حصلت في امريكا من سنه 2000 وابتدت تكبر 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 بآليات أقرب ما تكون من اللي بيحصل في السوق المصري. واللي كان بيقود البابل في أمريكا كان جورج بوش الابن. ليه؟ لأن هو كان داخل في حرب، والحرب ديت كان عايز يغطي تكاليفها وعايز يغطي مصاريفها وعايز 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 وعايز. فساب البابل تحصل في القطاع العقاري اللي موجود في أمريكا، اللي هو بيعمل نوع من أنواع الانتعاشة الاقتصادية. بس ده قطاع عقاري اللي موجود في امريكا كان ممول من الخارج ومن الداخل. طب اللي موجود عندنا بابل ولا تضخم؟ اللي موجود عندنا تضخم عقاري، تضخم في سعر العقار. طب التضخم اللي موجود في سعر العقار راجع لايه؟ راجع للمستهلك ولا راجع للمطور العقاري؟ راجع للمطور العقاري، لان المستهلك ما بيحددش سعر في اي حاجه في البلد دي. البايع في البلد دي هو اللي بيحدد السعر. مين اللي عمال يرفع سعر البيع كل يوم؟ المطور العقاري وليس المستهلك. هل احنا شايفين طوابير المستهلكين مش اسعار الدولار طبيعي ان هي بتزود؟ ما هو يا فندم، ما هو لو المطور العقاري بيقوم بعمليه التطوير بالكامل ويحسب حسبته انا كنت جايب الدولار بكام. ما هو في مطور عقاري يا فندم عندك باع الوحدات السكنيه بتاعته في العاصمه الاداريه على سعر دولار 110 جنيه للدولار. دي غلطه يعني المشتري؟ غلطه الدوله والمطور. غلطه المشتري، انا ما اشتريش. غلطه الدوله. ايوه غلطه الدوله. طيب احنا علشان يعني هو النقاش اصلا احنا يعني ده يطول طب علشان نفهم برضو المشاهد حقوق قانونيه وسط كل اللي بنسمعه، برضو احنا معانا مداخله هاتفيه مع الدكتور احمد الكرماني استاذ القانون. اهلا بحضرتك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا، تحياتي لحضراتكم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. في البدايه كده يا دكتور، العقود بتاعت شركات التطوير العقاري دايما بتضمن حق الشركه مش حق المشتري. هل دي ممكن نعتبرها قانونيا عقود اذعان؟ ولو حصل نزاع في القانون بيقف في صف مين؟ هو في اغلب الحالات يمكن اعتبار هذه العقود عقود اذعان، لكن دائما وبشروط. ايه هو عقد الاذعان حضراتكم؟ ده عقد معد سلفا لا يقبل التفاوض، المشتري لا يستطيع ان يعدل من بنود العقد. هناك طرف قوي شركه التطوير العقاري، طرف ضعيف المشتري، اما ان تقبل هذا العقد او ترفض هذا العقد. يعني المشتري لا يستطيع أن يبدي ملاحظاته على هذه العقود، وبالتالي هو هذا العقد عقد إذعان. هذا الوصف ينطبق عمليا على معظم عقود المطورين، خاصة الكمباوندات والمشروعات الكبرى والبيع على الخريطة. طيب حضرتك القانون أعطى للقاضي أن يعدل الشروط التعسفية وإعفاء الطرف المذعن من تلك الشروط، وأن الشك يفسر لصالح الطرف الضعيف. لكن المحكمة لا تفترض مسبقا على أن هذا العقد أو تلقائيا أنه عقد إذعان، بل يجب على المشتري أن يثبت عدم وجود تفاوض حقيقي، وأن هذه العقود تيبيكال عدت مسبقا لكافة المشترين. معايا حضرتك اللي هو نموذج موحد. تمام. طب لو حصل نزاع، هل القضاء يقف في صف الشركه دائما او المطور العقاري؟ لا حضرتك، على حسب الطرف الضعيف بيتدخل القضاء.
طب ايه معايا البنود يا حضرتك؟ دكتور اللي لو المشتري ما اخدش باله منها ممكن تضيع حقه في العقد؟ زي حضرتك بند الزيادات الغير محدده، مثال للشركه حق تعديل السعر لمواجهه المتغيرات الاقتصاديه. معايا حضرتك زي ما قال تمام. الدكتور. يعني انا النهارده باخد من حضرتك جنيه بسلمك بعد 5 6 سنين، بخلاف العقد حضرتك بارقام خاليه وبفرض عليك شروط. تمام، مفيش تحديد نسبه، لا يوجد سبب محدد لا يضع حد اقصى لتلك الزياده. معايا حضرتك؟ مع سيادتك. بند المتغيرات الاداريه للمشتري، تعديل اشتراطات البناء، رسوم المفارق، القرارات الحكوميه المستقبليه، بيتحمل المشتري هذه المخاطر كافه. بند سحب الوحده مقابل التاخير البسيط، يعني لو مشتري تعثر في قسط او قسطين، للاسف معظم الشروط التطوير العقاري شروط متعسفه ومجحفه في حق المشتري، لا تعطي له اعذار. طيب ده استاذ، معظم العقود حضرتك. طيب استاذ احمد معلش، دلوقتي في ناس كتير بتتفاجئ بعد التعاقد بمطالبات ماليه او بزياده ماليه اضافيه معينه، ايا كان بقى بسبب تضخم، بسبب تغييرات مفاجئه في المشروع. هل اي زياده في المبلغ غير المتعاقد عليه ده ملزم للمشتري؟ امتى المشتري يقول لا وهو مطمن قانونيا ان هو هيرجع له حقه؟ من المفترض ان عند توقيع العقد ان يتوقع المشتري وان يعطي حساباته وان يفترض ان هناك متغيرات من الممكن ان تحدث. في بعض الظروف الطارئه او في بعض النظريات زي الظروف الطارئ والتعثر في التنفيذ زي ارتفاع اسعار الدولار او وجود كارثه او اي شيء حاق بالسوق. على حسب حضرتك الوضع، هل الزياده دي طبيعيه كانت متوقعه عند انتهاء العقد ام لا؟ طب حضرتك دي ما كانتش متوقعه، لا هنا هيتم تحميلها للمشتري ولكن باجزاء، مش التعسف الموجود الان في التطوير العقاري والمطورين العقاريين. بنشكر حضرتك يا دكتور احمد استاذ القانون على المداخله الهاتفيه والتوضيح القانوني المهم شكرا اللي دكتور. وضح الصوره القانونيه للمشاهد. وطبعا لازم نشكر دكتور حسن الصادي استاذ اقتصاديات التمويل بجامعه القاهره على التحليل الواضح والصريح لازمه معقده بتمس كل بيت مصري. الاستثمار العقاري في مصر هيفضل هو الملاذ الآمن لأن مصر بلد الاستثمار. شكرا دكتور حسن على الاستضافة الكريمة وعلى المعلومات القيمة. بنشكركم شكرا جزيلا في حلقة جديدة من وسط الدائرة.